مرحبا. رسالة مني لنفسي. عزيزي أنا، حسنا، ها نحن في عام 2034. إنه رقم لم أتوقع أني سأراه إلا في أفلام الخيال العلمي. أنا الآن في 70 من عمري، ولمزيد من الدقة نحن في 70. تهانئي لكلينا لوصولنا إلى هذه المرحلة. عائلتنا تبلي بلاء حسنا، والأولاد رائعون. أتذكر كم كنت هشا عندما بدأت بمفردك. لقد كنت قلقا جدا كل الوقت حول تأمين سبل المعيشة، وحول أن تكون معيلا جيدا، وعن وضعك بعد أن خسرت عملك. لولا قوة زوجتك ودعمها وحبها ما كنت لتنجح في تجاوز تلك الفترة. لذا عاملها بإحسان. الطريف في الأمر أن الأمور صارت على ما يرام عندما توقفت عن السعي بجهد لتقويم كل شيء. عندما ركزت عوضا عن ذلك على المشاركة أو القيام بأشياء وجدها الآخرون تقدم لهم مساعدة حقيقية وذات فائدة، وكل الأشياء الأخرى التي أردتها انبثقت عن ذلك. إن كان لدي أي نصيحة لك فهي كالتالي: فكر 10 مرات أكبر و100 مرة أكبر. اشعر بالقلق أقل حيال ارتكاب الأخطاء، وحاول: من أنا لأقوم بأمر كهذا؟ تجرأ على أن تصنع فرقا. في هذه مقالة من كتاب عزيزي أنا دير مي، الذي تم ترجمته من خلال علا ديوب. صراحة عجبتني كلمة واحدة: لولا قوة زوجتك ودعمها وحبها ما كنت لتنجح في تجاوز تلك الفترة. لذا عاملها بإحسان. شحال من واحد فينا كيهمل العائلة ديالو من أجل العمل ديالو، من أجل الخدمة، سواء كانت وظيفة أو عمل حر أو أي شيء. تذكر جيدا أنك يوم تفقد عملك لن يتركك أهلك وعائلتك. سيقفون معك، سيكونون بجنبك لتتجاوز تلك المحنة. لكن عند فقدانك لأهلك وعائلتك لن يقف معك عملك لتتجاوز تلك المحنة. تذكر كلماتي جيدا. أتمنى أن تفهم مغزى تلك الكلمات. دمتم بخير، إلى اللقاء.